كوميديان من كوميديانات الزمن الجميل. الفنان الراحل عبد الحميد زكي هو ممثل مصري من مواليد عام 1899، ولكن ترك دراسته وتعليمه من أجل التفرغ للعمل الفني. قدم شخصيات الأدوار الشعبية وشارك في العديد من الأفلام، وجسد شخصيات الشرير والحرامي والمعلم والجزار والفكهاني وغيرها من المهن الأخرى. عشق التمثيل منذ صغره، ومن أجل التمثيل تخلى عن الدراسة ولم يحظى بالتعليم. ووفقا لهذه الفترة الزمنية تكون البداية من المسارح، وتنقل بين عدد من الفرق المسرحية منها مع نجيب الريحاني وعلي الكسار. على خشبة المسرح لمع الفنان عبد الحميد زكي، وكان من أشهر المضحكين في هذه الفترة. ورغم تمتعه بحسن الفكاهة على خشبة المسرح، إلا أن صناع السينما كان ليهم رأي آخر، ولم يلتفتوا إلى أنه يمكن لهذا الوجه الذي تتميز ملامحه بالصرامة أن يكون كوميديانا. وتم حصره في أدوار غالبيتها خارجة عن القانون، ونجح في إجادة فن التشخيص وتجسيد الأدوار بشكل لافت للنظر. كان الفنان عبد الحميد زكي تجربة وحيدة في الإخراج من خلال فيلم أنا الشرق عام 1956 مع جميل راتب وحسين رياض وجورج أبيض وسعد أردش وتوفيق الدقن. كان من قصة محمد سليمان وأغاني بيرم التونسي. شارك عبد الحميد زكي في أكثر من 170 عمل فني ما بين سينما ومسرح وإذاعة. ومن الأفلام اللي شارك فيها ريا وسكينة مع أنور وجدي وسميرة أحمد، وجسد في ريا وسكينة شخصية المعلم أولري ملك المذبح. وفيلم قلب دليلي وعنبر مع ليلى مراد وأنور وجدي. كان أحد أفراد العصابة الشهيرة، بخلاف أفلام ألمظ وعبد الحمولي والأزواج والصيف وشاطئ الأسرار والطريق المسدود وقلوب العذارى وحب ودموع وكر الملذات، كابتن مصر، حياة أو موت، ابن للإيجار، الحرمان، لحن حبي. له أكتر من 170 عمل فني، منهم فيلم ممنوع الحب سنة 1942 كان بيعمل شخصية عربجي حنطور. وفي عام 1945 قدم فيلم السوق السوداء وفيلم القلب له واحد. وفي عام 1946 قدم فيلم عودة طاقية الإخفاء وفيلم ليلى بنت الأغنياء. وفي 1947 قدم فيلم فاطمة. أما في عام 1948 فكان ليه فيلم عنبر وفيلم صاحبة العمارة. وله أيضا من الأعمال الفنان عبد الحميد زكي اشتغل مدير للإنتاج في العديد من الأفلام. كنا نتحدث عن الفنان الراحل الكوميديان عبد الحميد زكي، اللي تاريخ ميلاده كان 10 ديسمبر عام 1899، وتاريخ وفاته كان 24 مايو عام 1970. توفي عن عمر 71 عام. عبد الحميد زكي وممثلين زمن. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.